مرحبا بكم. في مواجهة عربية من العيار الثقيل، يقف المنتخب المغربي منتخب الرديف أمام المنتخب السعودي بمنتخبه الأول، في لقاء يعود فيه المدرب الفرنسي هيرفي رونالد ليصطدم من جديد بكرة القدم المغربية، ولكن هذه المرة من موقع الخصم لا من موقع القائد. المدرب المغربي طارق سكيتي يجد نفسه أمام اختبار بالغ الصعوبة، فهو لم يتسلم المهمة إلا ليقود منتخبا ثانيا في بطولة ذات مستوى تنافسي مرتفع، ثم يجد نفسه وجها لوجه أمام منتخب السعودي مكتمل الصفوف مدعوم من مجموعة من أبرز اللاعبين في دوري روشن. الصعوبات التي يعيشها المنتخب المغربي قبل هذه المواجهة كثيرة، أولها الغيابات الثقيلة، غياب أشرف بن شرقي أحد أخطر الأوراق الهجومية، وغياب عبد الرزاق حمد الله بسبب البطاقة الحمراء أمام منتخب عمان. هذه الغيابات تربك حسابات أي مدرب، فكيف إذا كان المدرب يقود منتخبا ثانيا يفتقد سلفا لعناصر الخبرة؟ المعضلة الكبرى لدى سكيتي وهي غياب الأجنحة السريعة والفعالة التي تحدث الفارق في المباريات الكبيرة، فأسلوب قائم على التحولات السريعة واللعب العمودي واستثمار المساحات لكن دون أجنحة قادرة على الاختراق، يصبح تنفيذ هذه الأفكار أمرا بالغ التعقيد. وأن المنتخب يفتقد لاعبا جاهزا ومميزا، لاعبا أثبت نفسه في الدوري السعودي تحديدا اللاعب مراد بطنة الذي يقدم مستويات راقية مع ناديه، ويعتبر من أكثر اللاعبين المغاربة انسجاما مع الكرة الخليجية. وبطنة اليوم هو النموذج المثالي للاعب الذي يصنع الفارق في هذه المباريات، لكنه خارج القائمة لتبقى علامات الاستفهام معلقة. المشكلة لا تتوقف هنا، فالظهير الأيسر يعد نقطة ضعف واضحة في التركيبة الحالية، مركز يحتاج إلى لاعب قوي دفاعيا سريع هجوميا قادر على موازنة الرواق وتقديم الإضافة في المرتدات، لكن غياب الاسم المناسب يجعل سكيتي مضطرا إلى حلول ترقيعية لا يمكن الاعتماد عليها أمام المنتخب السعودي يدخل بكامل قوته. ورغم كل هذه الظروف تبقى كرة القدم مجال المفاجآت، فالمنتخب المغربي يمتلك روحا قتالية معروف ولاعبين شباب يبحثون عن إثبات ذواتهم ومدربا يريد أن يكتب اسمه في سجل المنتخب الوطنية. المواجهة ستكون أكثر من مباراة، هي اختبار الشخصية، اختبار للعمق، واختبار لقدرة المنتخب المغربي على الصمود أمام منتخب قوي يقوده مدرب عرف كل تفاصيل الكرة المغربية. إنها مواجهة تكتيكية نفسية وتاريخية في اللحظة نفسها. ويبقى السؤال، هل يفاجئ سكيتي الجميع رغم الغيابات، أم أن خبرة رونالد ولعبه ستحسم الأمور؟ الإجابة ستأتي من أرض الملعب.